اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من دكتور كيدز مع يوسف. انا دكتور يوسف استشاري طب اطفال، والنهارده هنجاوب على سؤال بيسمعه اي دكتور اطفال يوميا. دكتور، هو في ادويه بترفع مناعه الطفل ولا دي مجرد خدعه؟ في الحلقه دي باذن الله هنتكلم عن يعني ايه اصلا مناعه، ايه الطبيعي في مناعه الطفل، هل في ادويه فعلا او مكملات ممكن ترفع المناعه، وايه الحاجات اللي فعلا ممكن تفرق وتخلي مناعه ابني اقوى. حلقه مهمه جدا جدا بالذات في موسم الشتاء ده. يلا بينا نبدا. مبدئيا كده، يعني ايه مناعه؟ لما بنسمع كلمة مناعة ساعات بنفتكرها حاجة معقدة أو مصطلح طبي كبير، لكن الحقيقة إن المناعة ببساطة هي جيش الجسم اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه علشان يحميه ويقاوم أي ميكروب أو فيروس يدخل. الجيش ده فيه منه نوعين اساسيين، المناعه الفطريه ودي زي خط الدفاع الاول كده، الطفل بيتولد بيها من اول يوم، هي اللي بتخلي جسمه يرد بسرعه على اي ميكروب جديد حتى لو اول مره يتعرض له. والمناعه المكتسبه ودي بتتكون مع الوقت، في كل مره الطفل بيتعرض لعدوى او بياخد تطعيم جسمه بيعمل ذاكره للميكروب ده، يعني لو جه تاني بعد كده المناعه بتبقى عارفه تتعامل معاه اسرع وبكفاءه اعلى. وعلشان كده المناعة عند الأطفال لسه في مرحلة تحت التدريب، كل دور برد، كل كحة، كل سخونية هي في الحقيقة درس جديد بيقوي جهازهم المناعي، وده السبب الطبيعي اللي بيخلي الأطفال يعيوا أكتر من الكبار، لأن جهازهم لسه بيتعلم وبيتدرب. طب يا دكتور، ايه الطبيعي في مناعة الطفل؟ كتير من الاهل بيقلقوا لما يلاقوا اولادهم بيعيوا بشكل متكرر، لكن الحقيقة ان ده جزء طبيعي جدا من رحلة بناء المناعة. الابحاث بتقول ان الاطفال ممكن يجي لهم من 6 ل 8 نزلات برد في السنة، وده بيزيد اكتر في سن الحضانة والمدرسة، لان الطفل بيتعرض لعدد كبير من الفيروسات من اصحابه ومن زمايله. المهم اننا نفهم ان تكرار نزلات البرد في السن الصغير ده مش معناه ضعف في المناعة، ده بالعكس، ده معناه ان جهاز المناعة بيتدرب وبيتعلم يقاوم الميكروبات المختلفة. كل دور برد بيعدي على الطفل هو درس جديد لجهاز المناعة بتاعه، بيخليه أقوى في المرات اللي بعد كده. اللي يهمنا فعلا مش عدد الأدوار قد ما يهمنا حالة الطفل بين الأدوار، يعني هل وزنه وطوله بيزيدوا بشكل طبيعي؟ هل بين الأدوار بيرجع يلعب وينشط زي باقي الأطفال ولا لأ؟ هل نموه العقلي والجسدي ماشي في الاتجاه الصح؟ لو الإجابة على الأسئلة دي نعم، يبقى مناعته طبيعية جدا حتى لو بيعيا أكتر من مرة في السنة. هنا حابب أطمنكم إن نزلات البرد دي مش دليل على ضعف المناعة، لكنها جزء من التدريب الطبيعي اللي أي جهاز مناعة لازم يمر بيه في سن الطفولة. طيب يا دكتور، نيجي بقى لموضوع الحلقة، هل في أدوية بترفع المناعة؟ ودي النقطة اللي بيهتم بيها كل الناس تقريبا، كل يوم بسمع عنها في العيادة. يا دكتور، مفيش دواء يقوي مناعة الولد شوية؟ الحقيقة العلمية الواضحة إن مفيش ولا دواء ولا حقنة سحرية هترفع مناعة الطفل الطبيعي. معظم الحاجات اللي بتتباع في الصيدليات او على السوشيال ميديا تحت اسم مقويات المناعه مفيش وراها اي دليل علمي. في ادويه مجرد فيتامينات او اعشاب بتتقدم للاهل بشكل تجاري وبيتباع لهم الوهم يعني على انها سر من اسرار المناعه، لكن الواقع انها مش بتعمل الفرق اللي بيتقال في الاعلانات دي. اللي فعلا بيفرق هو لو الطفل عنده نقص حقيقي في فيتامين معين او عنصر معين، مثلا نقص الحديد او نقص فيتامين دي او فيتامين د او نقص الزنك. في الحالات دي تعويض النقص بيرجع الجسم للوضع الطبيعي، لكن مهم نفهم ان ده مش معناه رفع مناعة، ده مجرد تصحيح للخلل اللي اصلا موجود. وعلشان كده لو في قلق عند الاهل، الافضل ان احنا نروح للدكتور اللي ممكن يطلب تحاليل بسيطة الاول ونشوف هل في نقص حقيقي محتاج تعويض ولا لا، لان غير كده هيبقى ده صرف فلوس على ادوية مقويات ملهاش دليل علمي، وكمان هنبقى بندي الطفل ادوية مش هتفرق اصلا في صحته. وده ياخدنا للخدع الشائعة اللي منتشرة بين الأهل. في مفاهيم كتيرة منتشرة حوالين موضوع المناعة ده ولسه بشوفها بشكل يومي في العيادة. خلينا أوضح لكم أشهر 3 خرافات بسمعهم وإيه الأساس العلمي وراهم. أول حاجة، المضاد الحيوي بيرفع المناعة، ده مفهوم غلط تماما. المضاد الحيوي وظيفته إنه يقتل البكتيريا في حالات معينة، لكن ملوش أي علاقة بتقوية المناعة، بالعكس استخدامه من غير داعي ممكن يضر، لأنه بيغير توازن البكتيريا النافعة في الجسم وبيخلي الطفل عرضة لعدوى تانية مقاومة للمضادات دي. يعني بدل ما نكون بنقوي المناعة، احنا للأسف بنضعفها.
الخرافة التانية الأعشاب الجاهزة، كتير من المنتجات دي بتتسوق على إنها سر المناعة، لكن الحقيقة إن معظمها ما فيش عليه أي أبحاث كافية تثبت فعاليته. المشكلة إن بعض الأهالي بيدوها لأولادهم وبيحسوا إن هم كده عملوا اللي عليهم، بينما في الواقع ما فيش دليل علمي قوي على إنها فعلا بتحمي من الأمراض. أما بقى النقطة الثالثة وهي الفيتامينات بدون داعي، كتير من الأهل عندهم إحساس إن الطفل لازم ياخد كورس فيتامينات طول السنة، لكن الحقيقة إن الطفل اللي بياكل كويس وبيتغذى بشكل متوازن مش محتاج أي مكملات إضافية. الفيتامينات ليها دور بس لو في نقص حقيقي مثبت بالتحاليل، او لو الطفل عنده ظروف خاصه زي اللي عايش في بلد مثلا ما فيهاش شمس كتير، ده لازم ياخد مكمل غذائي فيه فيتامين د، لكن ما تبقاش روتين لاي طفل طبيعي. الخلاصه ان مش كل حاجه مكتوب عليها مقوي مناعه تبقى فعلا مفيده. اللي بيقوي مناعه الطفل بجد هو التغذيه السليمه، النوم الكافي، والنشاط البدني المنتظم. وانا هنا بقى عايز اكلمكم على النقطه دي بالتفصيل شويه، لان بعد ما وضحنا ان مفيش ادويه او حبوب سحريه للمناعه، لازم بقى نقول ايه الحاجات اللي فعلا مثبته علميا انها بتقوي مناعه الطفل وبتخلي جسمه يحارب الامراض بكفاءه اكبر. اول حاجه قلنا عليها وهي التغذيه المتوازنه. الاكل يا جماعه هو الوقود الاساسي لجهاز المناعه، البنزين بتاع جهاز المناعه. لازم يكون في وجبات الطفل بروتينات كويسه، مش شرط يعني لحمه وفراخ، ممكن البيض، الحبوب، البقوليات، خضار وفواكه متنوعه، وحبوب كامله زي الشوفان او العيش البلدي. التنوع هنا هو السر عشان الجسم ياخد كل الفيتامينات والمعادن اللي محتاجها. تاني نقطة النوم الكافي. قلة النوم بتضعف جهاز المناعة بشكل مباشر. الطفل لازم ينام عدد ساعات كافي حسب عمره، يعني الرضع مثلا محتاجين أكتر من 12 ساعة، الأطفال في سن المدرسة محتاجين حوالي من 9 ل 11 ساعة. النوم الكويس بيدي فرصة للجسم إنه يصلح نفسه بنفسه ويجهز جهاز المناعة عشان لو لا قدر الله جاله أي عدوى. تالت حاجة النشاط البدني واللعب في الهواء الطلق. الحركة مش بس مفيدة للعضلات وللعظام، دي كمان بتنشط الدورة الدموية، وده بيساعد خلايا المناعة انها توصل لكل مكان في الجسم. اللعب في الشمس في الهواء النظيف بيدي دفعة قوية جدا للمناعة. رابع حاجة الرضاعة الطبيعية في أول سنتين، دي من أقوى الحاجات اللي بتبني مناعة الطفل. لبن الأم فيه أجسام مضادة طبيعية بتحمي الطفل من أمراض كتير في أول سنين عمره. خامس حاجة ودي نقطة للأسف الشديد في عصرنا ده المفروض ما نتكلمش فيها أصلا، المفروض تبقى يعني موجودة عند كل الناس بدون أي نقاش، وهي التطعيمات الأساسية. دي أهم وسيلة علميا لحماية الطفل. التطعيم مش بس بيقوي جهاز المناعة بشكل عام، لكنه بيعلم جهازك المناعي يتعرف على أمراض خطيرة ويحمي الطفل منها طول حياته. وأخيرا تجنب التدخين السلبي. وجود دخان سجاير في البيت بيضعف المناعة وبيزود فرص العدوى الصدرية، يعني لو عايزين نحافظ على صحة الأطفال بجد لازم نحطهم في بيئة ما فيهاش تدخين. الخلاصة يا جماعة ان اللي بيقوي مناعة الطفل مش الدواء اللي بيتباع في الصيدلية، لكن اسلوب حياة الطفل. اكل متوازن، نوم كويس، لعب وحركة، رضاعة طبيعية لو هو لسه صغير في اول سنتين، تطعيمات منتظمة، وبيت ما فيهوش تدخين. طب يا دكتور امتى نحتاج تدخل طبي لو شكينا في حاجه في مناعه ابننا؟ بعد ما اتفقنا يا جماعه ان معظم الاطفال مناعتهم طبيعيه ومش محتاجين اي ادويه خالص، لازم نوضح ان في حالات معينه فعلا بتستدعي تدخل طبي. لو الطفل عنده التهابات متكرره وبشكل غير طبيعي، يعني بس مش مجرد نزلات برد عاديه، لكن كل شويه يدخل في التهاب صدر شديد او التهابات اذن متكرره بتحتاج مضاد حيوي، هنا لازم نبدا ندور هل في مشكله اعمق في المناعه ولا لا. كمان لو الطفل بيجيله عدوى غريبة أو شديدة زي التهابات نادرة أو متكررة في أماكن مش معتادة، دي علامة على إن جهاز المناعة مش شغال بكفاءة كاملة. لو لاحظنا إن وزن الطفل أو نموه مش طبيعي أو شكله مرهق على طول مقارنة بالأطفال اللي في سنه، دي برضو إشارة إننا محتاجين نعمل تقييم أوسع. الحالات دي ممكن نطلب شوية فحوصات، سواء فحوصات أساسية أو فحوصات مناعة متخصصة. طبعا الطبيب هو الوحيد اللي يقدر يحدد الكلام ده. ممكن يكون في نقص حقيقي في عنصر معين زي الحديد أو فيتامين د، دي الحمد لله حاجات بسيطة، وبنوصف مكملات معينة عشان نصحح النقص ده. وساعات بنحتاج نحول الطفل لطبيب متخصص في امراض المناعه. الفكره ان التدخل الطبي بيكون موجه ومبني على دليل واضح، مش مجرد اننا ندي مقويات مناعه لاي طفل عنده ادوار برد متكرره وخلاص. مثلا مره جالي طفل والدته مصممه ان مناعته ضعيفه، ليه يا ستي؟ لانه بيعيا كل شويه، لكن لما فحصته لقيت وزنه كويس، نشاطه ممتاز، كل الاعراض مجرد ادوار برد عاديه زي اي طفل في حضانه.
الطفل ما كانش محتاج دواء، الطفل كان محتاج ان الاهل يفهموا ايه اللي بيحصل في جهاز المناعه بتاعه. في المقابل كان عندي طفل تاني بيجي له التهاب رئوي متكرر، ده عملنا فعلا تحاليل مناعه وطلع عنده نقص واحتاجنا نحوله لمتخصص في امراض المناعه. الخلاصه يا جماعه، مناعه الطفل مش حاجه نقدر نرفعها بشويه ادويه وبحقن سحريه. جهاز المناعه زي الجيش، بيتدرب مع الوقت من خلال التعرض الطبيعي للفيروسات وللتطعيمات. ده شيء طبيعي جدا في رحلة نمو أي طفل. أغلب الأدوية اللي بتتباع على إنها مقويات مناعة هي مجرد تسويق، مفيش وراها دليل علمي قوي. اللي بيفرق فعلا هو أسلوب الحياة الصحي اللي قلنا عليه، التغذية المتوازنة، النوم الكافي، اللعب والحركة، الرضاعة الطبيعية في أول سنتين، والتطعيمات الأساسية المنتظمة. وفي نفس الوقت لازم نكون عارفين إن في استثناءات، أو لو الطفل بيتعرض لالتهابات شديدة ومتكررة بشكل غير طبيعي أو نموه ضعيف، هنا لازم نراجع دكتور الأطفال، واللي ممكن يحتاج يعمل الفحوصات اللازمة عشان نتأكد إن مفيش مشكلة أعمق. أنا عارف إن القلق ده طبيعي عند كل أب وكل أم، ولكن حابب أطمنكم في الغالب الأطفال ماشيين طبيعي ومناعتهم بتقوى يوم ورا يوم. سيبوهم بس انتوا كده وركزوا معاهم وشوفوا لو في أعراض من الأعراض اللي احنا قلنا عليها دي، ساعتها نبقى نقلق. وقولوا لي في الكومنتات هل جربتم قبل كده مقويات مناعة لأطفالكم وإيه تجربتكم معاها. وما تنسوش تشوفوا الحلقة اللي على الشاشة دلوقتي عن نزلات البرد المتكررة عند الأطفال، لأنها مرتبطة جدا بالموضوع ده. واعملوا لايك واشتراك عشان توصلكم كل الحلقات الجديدة أول بأول. أنا دكتور يوسف ودي قناة دكتور كيدز، أشوفكم على خير.